واش لا فامي كيدير؟ نتمنوا تكونوا بخير، نتمنى يكون نهاركم يكون مزيان. نتمنى تعجبكم اللقطات ديال مدينه اكادير. الله دخلت دابا للدار وبغيت نهضر على واحد الموضوع مهم كيتعلق على واحد الانسان اللي سميتها زينه طموح، اللي تعرض لواحد الاهمال طبي، اللي وقع عليها واحد المشكل خطير بالنسبه لعينيها. هذا المشكل تعرض لها الى معاناه نفسيه بالنسبه لها، لان اي واحد تعرض ليه بحال هكا، تعرض لهذا المشكل غادي يحس بالضرر النفسي، لانه وقع لها هذا المشكل لان بسبب الاهمال الطبي. وبالنسبه لزينه طموح هي جزء من اجزاء ديال الناس اللي وقع لهم بحال هذا المشكل، لان شحال من واحد عانى من اهمال طبي ووقع عليه بحال هذا المشكل، شي تقطع عليه رجليه، شي تقطع عليه يديه، شي كاين واحد واش وقع عليه بسبب الاهمال الطبي. وتمنوا من الاطباء ما يديرش بحال هاد المشاكل بحال هكا. اسيدي ما قديتيش دير، ما قديتيش ديك العمليه ما ديرهاش. كاين اللي قد عليها. حنا اي واحد يجي يحط يديه في الانسان بحال شي ماشي انسان. لا خوتي، بالنسبه لخطر نهضر انا بالضبط مع الاطباء اللي ما قديش دير العمليه، خليها. هادشي اللي وقع لديك الانسانه اهملوها وحط فيها شي واحد، حط فيه شي طبيب حط يد في هذيك الانسانه توقع هذا المشكل. وانا بالنسبه لهذا الانسان تتضامن معها تضامن الله مشروط بالنسبه لديك الفتاه. وهذا الشيء اللي وقع لهذا الدري راه وقع لشحال من واحد، ماشي هي بوحدها، تعرض لها شحال من واحد تعرض بحال هكا الاهمال الطبي بسبب ضعف المستشفيات او ضعف اطباء في المستوى ديالهم ديال الطب. وهذا الشيء اللي تؤدي لهذه المشاكل وهذه المعاناه. وانا بالنسبه لي تنضامن مع هذه الانسانه. وعجبني واحد الشاب اللي بغى يتزوج بهاد الفتاه، هو عايش في اسبانيا. قال لي نطلب يديك واحد الشيء عجبني بزاف، لان واحد الانسان ما همو حتى شي حاجه، همو واحد الحاجه هو انه تيبغي ديك الانسانه. كاين الانسان اللي تيتبع المظاهر، لا هذه ناقصه هكا، لا انا الدريه او البنت اللي بغى يتزوج بها واخا تشوفها في الاول زوينه راه ما بقاش الزين. الزين هو جزء، اما الاهم هو الافكار والمبادئ والثقافه والعلم ديال ديك الدريه اللي باش تستمر معها وتستمر معك، لان التفاهم والاخلاص وخاصه الحب هو اللي تستمر العلاقه الزوجيه بين الطرفين. اما المظهر تيبقى غير مظهر، تيمشي توصل لواحد السن تيمشي تيولي التجاعيد، تيولي ما تبقاش ديك الانسانه زوينه مازال. نعطيك مثال بحال دابا الورده في الاول تتكون تتنبت، تتكون صغيره تتنبت، توصل لواحد المرحله تتكون زوينه، تتفتح تتولي ورده زوينه، توصل لواحد الوقت تدبل بشويه تتمشي الورده. هكا دايره الانسان ولا شي بنت في الاول تتكون غاديه توصل لواحد السن تتكون زوينه، تكثر عليها الطلب، توصل واحد العمر تيمشي داكشي كامل. الا ما تزوجاتش بكري تيوقع عليها بحال هكا. يعني الزين ماشي هو الجمال عنده شروط. الجمال هو اخلاق، الجمال هو الفكر، الجمال هو مبادئ. شحال من حاجه خاص مع الجمال تبقى هي واحد الجزء صغير من الانسان. باش انسان يجي واحد يقول هذيك ناقصها ولا ناقصها، لا، ما كاينش واحد مكمول، ضروري الانسان ناقصو شي حاجه. واخا يكون عندك فلوس ناقص عندك شي حاجه، عندك الجسم مقاد عندك شي حاجه ناقصه، يقدر ناقص عندك العقل، ناقص عندك شحال من حاجه، او ناقص عندك ماديات او بحال هكا. هادشي اللي بغيت نقول لكم. وانا مع داك الشاب تنشكره على هذا المبدا ديالو، الفكر ديالو اللي طلب ديك الدريه. ما هموش لانها من عينيها ولا عينها، بالعكس عجبو ديك الدريه بالافكار ديالها وبالمواقف ديالها وبالمبدا ديالها وبالصبر ديالها. وقع عليها هكاك وصبرات باش تعرف واحد الانسان وقع لك بحال هكاك وتصبر. وهكا اللي خلى ديك الدري زعما ماشي يطلب ديك الدريه. سميتو فاري، يمكن سميتو فاري. وعجبني داك الشاب بزاف، نتمنى يشوف هذا الفيديو، واي واحد يتفرج فيا دابا نتمنى يبارطاجي باش يوصل هذا الفيديو الفاري، هذاك الدري، هذاك الشاب اللي هو من منطقه الريف اللي عاش في اسبانيا بالضبط مالاغا. وديك الانسانه سميتها زينه طموح، اللي بلا ما نعرفكم على ديك الانسانه راه معروفه. هذيك الانسانه اللي استضفاها في شحال من برنامج بلا ما نذكر داك الاسم ديال البرنامج لانه ما تعجبنيش اصلا. المهم داك الشاب دار واحد المبدا عجبني بزاف. انا طلب ديك الدريه ماشي على حسب عينيها ولا، لان الجمال ما تتقارنش بالعين او شي حاجه. الجمال تتقارن بشحال من الصفات.
وحنا هو المشكل ديالنا في المجتمع ديالنا. المجتمع اللي شي واحد نقصو عنده عينيه ولا مقطوع عليه يديه ولا رجليه تعيبوا فيه. علاش تعيب فيه؟ راه ما كاينش شي انسان كومون. انت الا تعيب فيه مثلا راه هو اصلا انت اللي عندك العيب. الا هو ناقص عند رجليه ولا يديه ولا عينيه، انت اللي تضحك عليه، انت اللي فين كاين المشكل. لان انت ما عندك العقل، باقي جاهل في الفكر ديالك، تضحك عليه واه بحال هكا بحال الفاظ وتتسبو. بالعكس انت هو اللي غادي يضحك عليك. اش يقول لك؟ شوف هذا باقي كاع ما عنده عقل، باقي مبراش في عقله بحال هكا غادي يقول لي. اما كاملنا متساويين، كاملنا بحال كاملنا بشر، سواء فقير سواء غني، سواء عندك الجسم مقلب سواء ما عندكش الجسم مقلب، سواء انت زوين سواء انت خايب، كاملنا متساويين. واحد حاجه اللي اهم هو هذا هو المهم. الا ما عندك هذا، هنا في كاين نقص، هذا في كاين نقص. اما بالنسبه لي كان شي واحد جاهل راه يستطيع، او امي ولا شي يستطيع يوعي راسو، يقرا يمشي للدار بوحدو، غادي يبقى في الدار يقري غير راسو بلا ما يحتاج ما يمشي شي بلاصه، يهز الكتاب ديالو يقرا مع راسو ويتقف مع راسو، هو ولا واعي. ماشي واحد طيب بحال شي تافهه تشوف شي واحد ناقص عنده عيني وتعيب فيه وهكا بحال شي الفاظ ما باش نقول لهم، ولكن غنقولهم باش تعرفوا بالضبط. والعوا وعوينه بحال هاد الالفاظ اللي ما عندها حتى شي استفاده، ما عندها حتى شي حاجه. كاملنا متساويين. وعجبتني داك الانسان اللي سميتها زينه طموح اللي تنشكرها، ونتمنى تفرج هذا الفيديو بسبب الطموح ديالها. وشوفوا اسم على مسمى، زينه طموح وهي اصلا طموح. وهذا الشيء اللي كاين اخوتي، وصراحه برافو عليها. الافكار ديالها والمبادئ ديالها والاخلاق ديالها، عجبتني بزاف الاخلاق ديالها والفكر ديالها، هذا هو الاهم. اما زينه طموح ما يهمك حتى شي حاجه، ما يهمك حتى شي حاجه. الا عندك بحال هاد المواقف والافكار، برافو عليك برافو عليك برافو عليك. واستمري في اليوتيوب، استمري في اي حاجه لقيتي فيها راحتك وعجبتك، استمري فيها، لانك غادي توصلي بسبب هذا المبدا اللي عندك انت يا زينه طموح. وهذا الشيء اللي كاين اخوتي. نتمنى يعجبكم الفيديو ويعجبكم الراي ديالي والتصريح ديالي، ونتمنى تبارطاجوا الا كان الفيديو يستحق تبارطاجوا، وخاصه بغيت توصل هذا الفيديو لزينه طموح وداك الشاب اللي سميتو فاري يمكن فاري فلوق. نتمنى يوصلهم هذا الفيديو باش يعرفوا بانهم كاينين الناس اللي معاهم في هذا الشيء اللي كيديروا، وخاصه المهم بجوجهم. والشاب هذاك الدري اللي طلب يديها، نتمنى لكم انت تشوف الفيديو، تشوف هي الفيديو ديالك باش تكون واحد العلاقه زوجيه اللي زوينه، اللي فيها اسره وشي حاجه اللي زوينه. الزواج شي حاجه اللي زوينه، وبغى اي واحد. انا ما كرهتش نتزوج، انا دابا ما كرهتش نتزوج، ولكن الانسان ما عندوش الامكانيات. لما يكون عندي امكانيات نتزوج، علاش لا؟ لان الزواج تيكون استقرار، تيكون شحال من حاجه، تكون ما عندك واحد العلاقه زوينه مع الجنس الاخر وهي المراه، وتدير ولادك وتشوف ولادك وتتفرح بهم، وتشوف واحد الانسان طفل صغير تيشبه لك وتشبه المواقف ديالك، ولا تيلعب حدا رجليك وتضحك معاه، راه حاجه زوينه. شي حاجه زوينه الانسان يتزوج. انا ما كنتزوج ولكن ما عنديش الامكانيات، وهذا الشيء اللي كاين اخوتي اللي تتفرج هذا الفيديو. نتمنى يدير شي كومونتير زوين تحفيزي وشي ابوني حتى الفيديو مقبل. المهم بيس لكم اخوتي.